اخي قول والله قول وربنا اللي بيحصل ده فيلم هندي، ده فيلم هندي اللي بيحصل ده. فيلم هندي، فيلم هندي في دقيقتين، فيلم هندي في دقيقتين. منتخب الجزائر ضاع ورجع تاني للمسار الصحيح. منتخب النمسا خرج من المونديال ورجع للمونديال تاني. شعب ايران كله فرح بالعوده للمونديال وخرجهم تاني. يخرب جنون الكوره، يخرب جنون الكوره. ايه اللي بيحصل ده يا جدعان؟ والنمسا اتفقوا على التعادل. اقص ايدي والله اذا ما كانوا متفقين من تحت الطاوله على التعادل. وين النزاهه بكره القدم؟ وين هذه الامور؟ كره القدم الشريف. شوفش، انا رايي ستنتهي بالتعادل، وقراءتي للمباراه وما يحيط بالمباراه الجزائر تساعدها ماتش نيل والاخرين تساعدهم ماتش نيل. هما داروها ديجا في 82، لما لا ما يديروهاش في 2026. وعلاش حنا ما عندناش الامكانيه ان نفوز على النمسا. كيف ما عندناش لو كان المنتخب الجزائري لا يملك الامكانيه جوسكا بريزون، لو كان نفتحوا اللعب ونلعبوا الند ما للند نقدروش نفوزوا على النمسا. عندهم هما علاه النمسا ولات اسبانيا؟ لا احسن منا حاليا. ننتقد هي كاع على بالنا بلي مخدومه، وكاع اللي يعرف بولا شاف بلي بارتي مخدومه. ابار النسوان، ابار اطفال، ابار اللي ما تفرجش بارتي غادي يقول طروات اهلنا واو. هي باينه بلي مخدومه. اللي يشوف يعرف. من دقيقه 60 ماندي ب 70 ماندي بروسونتاج 700. اول مره نلعبوا 7000 باس لعبناها اليوم صاي. الجزائر ستنتهي بالتعادل. ما كان لا نشوفوها. اللي حب يشوف يشوف، اللي حب ما يشوفش ما يشوفش. انا رايي ستنتهي بالتعادل، وقراءتي للمباراه وما يحيط بالمباراه الجزائر تساعدها ماتش نيل والاخرين تساعدهم ماتش نيل. هما داروها ديجا في 82، لما لا ما يديروهاش في 2026. وعلاش حنا اللي كنا نشكيو منها من 82 حنا نشكيو من الظلم، حنا نشكيو من مباراه لا فيرغونيا، مباراه العار، نشكيو ونستناو جات 2026 نكرر نفس الشيء؟ لان ما عندناش الامكانيه ان نفوز على النمسا. كيف ما عندناش لو كان المنتخب الجزائري لا يملك الامكانيه جوسكا بريزون، لو كان نفتحوا اللعب ونلعبوا الند ما للند نقدروش نفوزوا على النمسا. عندهم هما علاه النمسا ولات اسبانيا؟ لا احسن منا حاليا. كل الدنيا كلها في حسابات. 82 كانوا حسابات، 86 كانوا حسابات. للتاريخ قالها مراد عماره حارس لا جي اس كا في 82، وقالها رابح سعدان انه حتى الاسبان في وقت من الاوقات في 86 تقربوا من الجزائر باش نلعبوا تعادل، وحنا الجزائر رفضوا هذاك الوقت. والمهم اذن هذه الامور موجودين في كره القدم. النمسا يحبوا يطلعوا هما طالعين بريمير بلاس، ماتش نيل بريمير بلاس، دوزيام بلاس، ماتش نيل دوزيام بلاس، يفوزوا دوزيام بلاس، يخسروا إليميني. الجزائر ماتش نيل تروازيام بلاس، نربحوهم دوزيام بلاس. احنا دوزيام بلاس ما تساعدناش ثاني نروحوا نلعبوا كونتر الاسبان. اون بريفير لا سويس، نقولوا بالك بور باسي اون ا بوكو بليس دو شانس باش نجوزوا. اذا الفريق الجزائري، المنتخب الجزائري، المنتخب نتاعنا هموا الماتش نيل، الفريق الثاني هموا الماتش نيل. مانيش نقول انا ماني نقول والو. كل واحد درك الكلام تاعي انا هضرته، وكل واحد يفكر كما يحب. كيفاه يفكرها بتفكيره. انا نقول لك تقصد هاني نقصد اللي نقصدو. المدير الرياضي تاع الاتحاد النمساوي لكرة القدم استعرضنا تصريح تاعو امس في قناة شروق في برنامج كرة مونديال. قال بصريح العبارة يمكن أن تنتهي مباراة الجزائر والنمسا بتعادل، وستنتهي بالتعادل. هل هذا تلميح؟ أنا راني نقول ستنتهي بالتعادل. أنا قراءتي العامة ماهوش غير الجانب التكتيكي، من كل الجوانب. مباراة النمسا والجزائر ستنتهي بالتعادل. الجزائر والنمسا اتفقوا على التعادل. اقص ايدي والله اذا ما كانوا متفقين من تحت الطاوله على التعادل. وين النزاهه بكره القدم؟ وين هذه الامور؟ كره القدم الشريفه، كره القدم العذراء. اي والله عذراء، كره القدم عذراء. هذا اللي صار اليوم بين الجزائر والنمسا والله انها فضيحه كره قدم. الجزائر ليش ما تفوز؟ ان سجلت الثواني الاخيره ليش ما ترجع دفاع؟ ليش متقدم؟ ليش صعب مدافعينك؟ ليش مدافعينك فوضى؟ باقي 5 ثواني تقول لي كرة قدم تغير ثانية؟ لا يا حبيبي، هذا ما تغير بثانية، هذه تغيرت من تحت الطاولة يا حبيبي. مبروكين يا الجزائر، نشوفكم ان شاء الله بالدور 32. مبروكين وانجاز جديد حق الكرة الجزائرية، يتأهلون الى كأس العالم او الدور 32 بعد اتفاقيتهم من تحت الطاولة مع منو؟
مع النمسا. خوتي هذا الفيلم كيسموه شو هذه الفضيحه، شو هذا التاهل، شو هذه المباراه. انا ما فهمتش، ما عرفت نفرح، ما عرفت نزعف، ما عرفت نكريتيكي، ما عرفت ننتقد. هي كاع على بالنا بلي مخدومه، وكاع اللي يعرف بولا شاف بلي بارتي مخدومه. ابار النسوان، ابار اطفال، ابار اللي ما تفرجش بارتي غادي يقول طروات اهلنا واو. هي باينه بلي مخدومه. اللي يشوف يعرف. من دقيقه 60 ماندي ب 70 ماندي بروسونتاج 700. اول مره نلعبوا 7000 باس لعبناها اليوم. صاي 2-2 رانا في جوج متاهلين. حنا نلعبوا لا سويس وما يلعبوا اسبانيا. صاي في 94 محرز يقيس لهم بيت، خرجهم كاع من كوب دي موند، درنا لهم تاع اخي خون خرج عليهم كوب دي موند. صاي وحنا نلعبوا كونت اسبانيا اللي كنا نحوسوا الايفيتو هاكي كنا ندوروا، رحنا حنا لعبنا لها بالبيت تاع محرز. بارتي كملت 94 95 عطيناهم بيت، مانيش عارف شكون خلاهم يماركوا بيت. ما تقوليش ماشي بيت مخدوم، ما تقوليش ماشي مخدومه بارتيه. اللي يعرف بولا على باله. من دقيقه 60 وحنا قاضبين بولا، هذا لعب بهذا، هذا لعب بهذا، هما قاردينها تحت ما يضغطوا، حنا ما نطلعوا. بيتكوفيتش ما مدخلش لي زاتاك ومخرج، مدخل لي ديفونسيرا هما اللي يلعبوا. الدقيقه التاليه نعطوهم بيت. هي سي فري ما عرفتش نفرح باسكو علاه انا نفرح كي نتلاقى مع لا سويس ماشي مع اسبانيا، بصح نفرح ثاني كي خرج النمسا. وهذه كيفاش دروك نزعف باسكو يخلي النمسا تقاليزي، ولا نزعف مين بهذا اللعب ولا شاه. ما فهمت والو والله ما فهمت. انتوما فهمتوني؟ لا انا ما فهمتش. كاين في بارتيه حتى واحد ما فهم، مي مخدومه 100% نقطه الى السطر. بالحب لا تيجي عليا ولا اجي عليك. منتخب الجزائر بيتعادل مع منتخب النمسا 3-3. اخر 5 دقايق في الماتش فيهم حاجه غريبه. النتيجه دي هي النتيجه الوحيده اللي تخلي منتخب الجزائر ومنتخب النمسا يصعدوا مع بعض لدور ال 32، لان اي فرقه كانت هتكسب الفرقه الثانيه كانت هتخرج الفرقه الثانيه وهتصعد منتخب ايران لدور ال 32. انا عايز اقول لك ان لك ان تتخيل ان رياض محرز بيسجل هدف في البلاس 90 لمنتخب الجزائر وحفيظ دراجي ما بيحتفلش بيه. الهدف اللي سجله رياض محرز ده وخلى النتيجه 3-2 كانت هتخلي المنتخب الجزائري يصعد لدور ال 32 يلاعب منتخب اسبانيا. ويلاعب منتخب اسبانيا فين؟ لاعب منتخب اسبانيا في الجزء اللي كله صعوبه في دور ال 32، وده اللي خلى حفيظ الدراجي لاول مره في التاريخ ما يحتفلش بهدف لمنتخب الجزائر. عشان زي ما تقول كده تحس ان كان في رعونه من اللعيبه بتاعت منتخب الجزائر في اخر هجمه لمنتخب النمسا وخلوا منتخب النمسا يسجل هدف اللي انقذ منتخب النمسا من الخروج من دور المجموعات وخلى منتخب الجزائر يروح عند الناحيه الطيبه عشان يلاعب منتخب سويسرا. وبكده منتخب الجزائر الى دور ال 32 كافضل توالد، ومنتخب النمسا يصعد من مجموعته كوصيف للمجموعه. اما الناحيه الثانيه فده لسه بيجري وبيعافر. منتخب الارجنتين بيفوز على منتخب النشامه 3-1 في مباراه طبعا كان صعب جدا ان منتخب الاردن يعرف يتعامل مع المنتخب الارجنتيني. منتخب الارجنتين بيتصدر مجموعته بالعلامه الكامله. ميسي ما بداش الماتش بشكل اساسي، نزل من على الدكه وسجل جول كالعاده. عشان يبقى اهم حاجه حصلت في الماتش ان ميسي سجل ليصبح ميسي اول لاعب في تاريخ كره القدم يسجل في 7 ماتشات متتاليه في بطوله كاس العالم. كان في النهايه المجموعه جي تنتهي بالترتيب ده. الارجنتين في صداره المجموعه زي ما بقول لك بالعلامه الكامله، 3 انتصارات ب9 نقاط. النمسا في المركز الثاني ب4 نقاط. منتخبنا العربي الجزائري ب4 نقاط. النمسا تتفوق على الجزائر في فارق الاهداف. النمسا الى دور ال 32 في مواجهه منتخب اسبانيا. منتخبنا العربي الجزائري ثالث منتخب عربي يصعد لدور ال 32 مع منتخبنا المصري والمنتخب المغربي. وللاسف الشديد منتخب الاردن على الرغم ان هو عمل اداء كويس على مدار ال3 ماتشات ولكنه تزايل مجموعته وخرج بالصفر نقاط لانه كان حظه وحش جدا في المجموعه الصعبه اللي هو وقع فيها. وده اللي يخلي منتخب الجزائر يضرب موعدا في دور ال 32 مع منتخب سويسرا بعد ما كان هيلعب مع منتخب اسبانيا. واللي فرق في الموضوع الهدف اللي سجله منتخب النمسا واللي اتسجل في مرمى منتخب الجزائر، ولاعيبه الجزائر كانت راضيه بالهدف ده وهو بيتسجل في مرماهم عشان منتخب الجزائر يقابل منتخب اسهل نسبيا من منتخب اسبانيا. وكامل التوفيق لمنتخب الجزائر في دور ال 32، وكامل التوفيق لمنتخبنا الوطني المصري في دور ال 32، وكامل التوفيق لمنتخبنا العربي المغربي في دور ال 32. وباذن الله ال3 منتخبات يروحوا لابعد نقطه في بطوله كاس العالم. في احداث كثير في المباراه، صار في عبث، باختصار صار في عبث. في آخر الدقائق كانت النتيجة 2-2 وكان الجزائر متأهل بشكل رسمي والنمسا أيضا متأهلة بشكل رسمي، ولكن رياض محرز عمل مفاجأة في آخر الدقائق وسجل هدف الفوز لمنتخب الجزائر.
ولكن هدف الفوز لمنتخب الجزائر أو هدف رياض محرز لمنتخب الجزائر كان كارثة على المنتخب الجزائري، لأنه في حال انتصر الجزائر راح يواجه منتخب إسبانيا في دور 32. يعني رياض محرز جاب الكارثة، ولكن لاعبين الجزائر ما احتفلوا مع رياض محرز وقالوا لرياض محرز الهدف هذا راح يتسبب علينا بكارثة، راح نواجه إسبانيا رياض محرز. لاعبين الجزائر حاولوا يعدلون غلطة رياض محرز ويتداركون الموضوع، أعطوا الكرة للنمسا عشان النمسا تسجل التعادل وعشان يواجهون سويسرا في دور 32 ويصبح مسار الجزائر سهل. اراهن والله استحاله يكسبوا والنمسا خرجت، الاتفاق تعادل. يا الله ضاع منتخب الجزائر. رياض محرز يبحث عن مجد شخصي، والنمسا خرجت من المونديال، ودعت المونديال. وشعب دلوقتي ايران فرحة عارمة في ايران لان ايران صعدت. يا الله، خلاص الضرب 4 دقايق عدى 5 منهم. خلاص رياض محرز ضيع الجزائر، بحث عن مجد شخصي. انا لو من حارس المرمى سيب الجول واطلع، لازم يجي تعليمات سيب الجول واطلع اخر هجمه. يا ديني على الضحك. اهي اخر هجمه الجول والله. جول ورا. اللي بيحصل ده فيلم هندي اللي بيحصل ده. فيلم هندي في دقيقتين. في دقيقتين منتخب الجزائر ضاع ورجع تاني للمسار الصحيح. منتخب النمسا خرج من المونديال ورجع للمونديال تاني. شعب ايران كله فرح بالعوده للمونديال وخرجهم تاني. يخرب جنود الكوره. ايه اللي بيحصل ده يا جدعان؟ ايه اللي بيحصل في المونديال ده يا جدعان؟ طب ده اتفاق ولا مش اتفاق؟ انا كنت قايل متفقين على التعادل. يا نهار اسود على الجنون. يا نهار اسود، بس جول ملعوب مش متساب. راهنت ان هيجي جول دلوقتي والله، اقسم بالله بتفرج لايف ورب الكعبه لايف حالا. يا نهار اسود على الضحك. خلاص كده ما ضيعهمش ولا حاجه، كسب بس انه جاب جولين في مباراه. رياض محرز وتعادلوا، رجعوا لسويسرا تاني والناس رجعت تاني. يا ديني يا جدعان يا ديني. طب معلش تيشيرت الواد ليه؟ يعني مفيش فرحه بعد دي. طب وايران شعب ايران اللي فرح دلوقتي رجع يعيط تاني. يا ديني على الماتش وعلى كرة القدم. نفسي اعرف ازاي رياض محرز يسجل جول زي ده. طب لو الحكم كان صفر خلصت رسمي. صعدوا مع بعض حبايب. يا عم صعدوا مع بعض الجزائر والنمسا حبايب. خلصت رسمي. ارجنتين اول، نمسا تاني في مواجهه اسبانيا، ومركز ثالث الجزائر في مواجهه المنتخب السويسري. وده السيناريو الافضل. انا مش هطلع اقول لك دي مؤامره ولا مسرحيه ولا بتنجانيه ولا الكلام ده. انا هحكي قصه انا عشتها في اللقاء ده، وانت زي ما عايز تسمعها اسمعها. انا اللقاء ده من الدقيقه 85 للدقيقه 91 بين النمسا والجزائر. انا شايف الجزائر بتلعب تقسيمه في تدريبات. قلت يا عم معلش، بس قلت في عقل بالي الناس دي بتمثل والناس دي بينها اتفاق. قلت يلا يا عم مش عايزين نظلم حد. لقيت الجزائر جاب الهدف الثالث وهيكسب الماتش. عارف انت يا راجل ضميري من جوه، يا عم انت ظلمت الجزائريين، يا عم انت كذاب، يا عم انت راجل ظالم. وقفلت التلفزيون والجزائر كسبان 3-2. الاقي ان النمسا بعد ما قعدت 10 دقايق متعادله 3-3. طب يا راجل اديني عقلك واديني قلبك واديني مخك واديني اي حاجه وعقل لي دي مسرحيه ولا مش مسرحيه. هذا ماتش مبيوع الاخوان. بحال دابا هذا شي تيو ديال الغاز داز النمسا، ان شاء الله مستقبلا غيبان لك شي اتفاقيه بالرجوله. يعني الطريقه كيفاش تسمارك هذيك 5 دقائق الاخرى، سيروا تفرج غير في هذيك 15 دقيقه ولا ديك 15 دقيقه الاخرى غتفهموا الهضره اللي كنقولها انا. ما يمكنش الاخوان الطريقه كيفاش تلعب انا ما فهمت فيها والو. دوزوا لي مشي تيو ديال الغاز الاخوان، دوزوا لي مشي تيو ديال الغاز. هادو راه تريكه، راه كيف باعوا بلادهم، كيف باعوا
7 المليون ديال البشر كيدوروا في فرنسا بوحدهم. هادشي اللي طلع كريغلا. شو النتيجه كي دايره؟ هي الاكوادور عندكم في الطريق، غدوزو ولكن غتلقاو الاكوادور في الطريق. سويسرا غتحقروا عليها وغتلاقاو مع الاكوادور. الاخوان، هاد النتيجه. الغاز مقابل الكره، الغاز مقابل الكره الاخوان. تبع الاخوان وديما الجديد وديما احنا معكم. كان في اتفاق واضح ما بين المنتخب الجزائري والنمساوي على نتيجة المباراة قولا واحدا، اقسم بالله. والمباراة لسه يعني فاضل فيها وقت. انا قلت المباراة دي هتخلص تعادل، لا ده بيهاجم ولا ده بيهاجم، واذا ده جاب جول التاني على طول يجيب جول. 3 اجوال بنفس الطريقة دي، ده يجيب جول التاني على طول الدفاع ينفتح له اوتوماتيك، ينفتح على مصراعيه. يا راجل ده الهدف الثالث ده هم تقريبا كانوا متفقين 2-2 وفي جول جه غلطه كده للمنتخب الجزائري في ثانيه. اللاعب النمساوي معرض الكره عدت على دفاع الجزائر كله، بتقول لهم السلام عليكم، ما حدش قال لها رايحه فين، ولازم يتعادل. ما هو اتفاق. سامع كلام دلوقتي قبل ما اصور ان الفيفا لن يمرر هذه الواقعه مرور الكرام، وان في عقوبات كبيره على المنتخبين قد تاتي باستبعادهم تماما من البطوله. كلام انا ما اقدرش اقول لك حقيقي 100%، انما انا سامعه قبل ما اصور كده. شفت هذه الاخبار وسمعتها فبنقلها لك. الجماهير اثناء اللقاء، مش عارف كانوا بيلعبوا في امريكا ولا فين، ايا كان يعني، شتمت اللعيبه. جماهير بتاعه البلد اللي فيها الملعب شتموا اللعيبه اثناء اللقاء. هو احنا جايين نشجعكم عشان تشتغلونا ولا جايين عشان نتفرج على كرة قدم حقيقية؟ شوف يا منتخب الجزائر، وعشان ما فيش حد من المشجعين الجزائريين يدخل ياخدني كعدو او حاقد او